يا صباح السعادة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كلنا بنحب الكنافة وكمان بنحب الجلاش. النهاردة بقى الجديد شديد، هنعمل ميكس ما بين الاتنين. تخيلوا جلاش محشي كنافة. شوية كنافة بقى صغيرين جدا يكونوا متوفرين عندك من المرة اللي فاتت او متبقيين من المرة اللي فاتت، ومش هينفع، مش هيكملوا اصلا تعملي بيهم صينية. لا بقى احنا دلوقتي هنحتاجهم هما ولفة الجلاش، وهنعمل بيهم حاجة حلوة. طريقتها في التشكيل اسهل مما تتخيلي، خفيفة قوي في الاكل، يعني هتاكلوا الصينية كلها في 5 دقايق بس. اذا كنتم بقى اول مرة بتشوفوني انا رنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، ومع رنا رضا مش هتقدر تغمض عينيك. اول حاجة هجهزها الشربات. هنزل بكوبايتين من السكر، وبنفس الكوباية هنزل بكوباية من المية، مية عادية من الحنفية. هنزل عليهم كمان بعصير ليمونة. وبلاش بقى بالله عليكم الافتكاسات اللي احنا بنشوفها، اللي بيقولك حرك من النص، تفضل تقلب، لازم تدوب السكر بتاع الشربات قبل ما يترفع على النار. كل دي افتكاسات وحاجات ملهاش لازمة. زي ما هو كده على النار لمدة 5 دقايق، وهنطفي ونسيبه يبرد على جنب. بس كده. ورقة جلاش هنرش عليها رشة كده من الزبدة أو السمنة. كنافة، رشة برضو كده كنافة مقطعها قطع صغيرة. الكنافة اللي أنا مستخدماها صفرة، هي لونها كده. ممكن تستخدمي الكنافة البيضة اللي احنا متعودين عليها عادي. رشة من المكسرات، عود كده من بتاع الشيش طاووق، من بتاع الكفتة، أي عود موجود عندك. نبدأ نلف كده الجلاش رول، وبعدين نبدأ نضغطه من جنبين، نكشكشه. صينية بقى مدهونة زبدة أو سمنة، هنبدأ كل صوبح كده نكشكشه، نرصه جنب التاني، وهكذا لحد ما نخلص الصينية كلها، أو بقى لفة الجلاش كلها. هعيدها معاكم تاني. ورقة زبدة، ورقة جلاش، ورشرشناها زبدة، رشة من الكنافة، رشة من المكسرات. والمكسرات اللي أنا مستخدماها يا بنات، لوز جرشته كده كسرته حتت، وجوز الهند. أي حاجة عندكم بقى، ممكن زبيب سوداني عين جمل، أي مكسرات موجودة عندك هتنفع. هكرر بقى الموضوع ده لحد الصينية ما تتملي بالمنظر ده. لقيت في الطرف كده في مكان فاضي، فرصت واحدتين بالطول. قطعي بقى بالسكينة زي ما انت عايزة. طبعا ورق الجلاش طول ما احنا شغالين بنكون مغطينه فوطة علشان ما ينشفش مننا. التقطيعة بقى انا حبيت ان اقطعه قطع صغيرة، يعني كل قطعة على قد قطمة كده. قطعي بقى زي ما تحبي. هاتي الزبدة بتاعتك، وبالفرشة كده ابدأي شربي الجلاش، يعني تشريبة تكون بسخاء شوية، بحيث ان الجلاش عايزين يكون مستوي وكمان ياخد لون حلو من فوق. في الوقت ده يا بنات انا مشغله الفرن يسخن كويس. اهم نقطة هنا بقى هي التسوية. باجيب الشبكة بتاعة الفرن، مش باخليها في النص، لأ باخليها في المستوى الأقرب لقاع الفرن، عشان عايزة أبعد الجلاش عن الشواية من فوق، عشان مش عايزاه ياخد لون بسرعة، أو إن هو يتحرق بسرعة وهو أصلا لسه ما استواش. ما تنسوش إن احنا يعني حاشينه كنافة، بس على فكرة مش بياخد وقت ولا حاجة، ده تقريبا من 15 ل20 دقيقة. لأن رشة أو طبقة الكنافة طبقة خفيفة خالص. وكمان طبعا الجلاش احنا عارفين إن هو مش بياخد تسوية. فمن 15 ل20 دقيقة بالظبط بنلاقيها أخدت لون حلو من فوق ولون حلو من تحت، بنبدأ إن احنا نخرجه. زي ما قلنا في البداية إن الشربات بيكون بارد، والجلاش بنسقيه مباشرة أول ما بيخرج من الفرن. حاولي بقى ان انت ما تسيبيش ولا قطعة من غير ما تنزلي عليها بالشربات، لان مفيش اي سكريات. وكمان علشان ما تكونش قطعة الجلاش ناشفة جدا، لا بتلاقيه بقى هنا مقرمش كده من بره وطري من جوه، وطعمه قد ايه خفيف ولذيذ. لحد هنا طبعا لازم الوصفة تكون خلصت، بس انا هضيف افتكاسة صغيرة كده. رشيت شوية من الورد المجفف، ممكن طبعا ده مش ممكن، ده انت لازم تستغنى على التركة دي، ملهاش اي لازمة، بس انا حبيت اعمل حاجة كده عشان التصوير يديني منظر حلو. وبتبدأي طبعا مش اصلا مش هتستني عليها، لان انت مش هتقدري تقاومي، هتاكلي منها على طول. وبكده يا بنات احلى واسهل صينية حلو ممكن تعمليها، جمعت ما بين الجلاش وما بين الكنافة والمكسرات. طريقة تشكيلها سهلة جدا، والتسوية ما بتاخدش حاجة اصلا من الفرن، خفيفة. هتاكلي قطعة ورا التانية لما هتلاقي الصينية فعلا في دقيقة واحدة، يعني اقصى حد 5 دقايق وهتلاقيها خلصت. قد ايه مقرمشة من بره وطرية من جوه، والميكس الكنافة مع الجلاش مدينا طعم خطير. لازم تجربوا الوصفة دي يا بنات. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، وكمان تقولوا لي بتتابعوني من اي بلد.
نتعرف على بعض يا بنات. أتمنى السعادة للجميع، حسابكم في رعاية الله، والسلام عليكم.